السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يا ويلكم بالأودينس. خليني قبل ما أبدأ أي حاجة خالص، خليني بس يعني أعرف نفسي وأقول أنا هنا بعمل إيه، وإحنا عايزين نعمل إيه مع بعض بهذه السلسلة يعني. تمام. بادئ ذي بدء. أنا اسمي محمود الجوهري. أنا سوفت وير انجينير، عايش في ألمانيا بقالي 9 سنين. آه، وده أول فيديو ليا يعني على اليوتيوب. كنت يعني من ضمن الحاجات اللي بعملها تبع شغلي وتبع إن أنا أتقدم يعني في شغلي، إن أنا بقرأ كتب. وجه على بالي طب ليه ما أقراش هذا الكتاب أونلاين، آه، وأشاركه مع ناس اوريدي عندهم أو ما عندهمش أكسس على هذا الكتاب، ويبقى يعني فورم اوف بوك كلاب نعمله سوا. تمام. مهم جدا ان انا اقول ان انا لا ادعي يعني السلطة او الخبرة آه، الفاصلة في هذا الموضوع. زي ما انا قلت، انا دائما في تعلم. ف فمعنى ان انا بقرا الكتاب ده، فده معناه ان في حاجات كتيرة جدا انا عايز اتعلمها. تمام. ايه بقى الكتاب ده؟ يعني ايه بقى هذا الكتاب العظيم؟ ده كتاب اسمه Design Data Intensive Applications. كتاب معروف جدا يعني في وسط السوفت وير، وخصوصا في حتة الباك اند، علشان بيتكلم على حتة من رأيي من أهم حتت الباك اند انجينيرنج، وهي الديزاين. ومش فقط الديزاين، لا، ازاي تتكلم على الديزاين. يعني ازاي في الدي تو داي، سواء في المناقشات او سواء آه، في التفكير في مشكلة، ما هي التولز، الادوات اللي الواحد المفروض يبقى فاهمها بكلماتها. طبعا كل فيلد والسوفت وير فيلد منهم ليه البازوردز بتاعته او الكلمات، بيسموها بالالماني البيجريفه بتاعت هذا الفيلد. فايه هي الكلمات دي؟ بتريبريزنت ايه؟ تستخدم ازاي وبتحل مشاكل عامله ازاي؟ وفي نفس الوقت الكتاب بيعرض امثله من الواقع عن اوريدي شركات عملاقه واجهوا مشاكل في الديزاين وتعاملوا معاها ازاي بخطوات سواء متباعده زمنيا او يعني متباعده فكريا. يعني في حاجات منها كانت صح، وحاجات كانت مش اكتر حاجه يعني. حلو جدا. تمام. هو ده الاوبجيكتيف بتاع البلاي ليست دي. واكيد طبعا يا جدعان لو عندكم اقتراحات او حاجه هتبقى حاجه عظيمه جدا. انا هدفي من الموضوع ده برضو ان انا ايه، يعني مش عايز برضو الموضوع يبقى فورمال اكتر حاجه. يعني انا مش حابب خالص اللي هي العلاقه ما بين المدرس والتلميذ، ده مش حاببها اطلاقا. فانا برضو هحاول يعني ايه، على قدر المستطاع ان انا برضو ادخل element ايه، element بالحب يعني. يعني اخلي الموضوع برضو engaging، بحيث ان يعني الشباب برضو ما يبقاش سامعني وخمس دقايق ان يبتدي ايه يسمع المزيكا ويفكس لي الكلام يعني. تمام. التارجت اودينس مين؟ الناس اللي الموضوع ده هيبقى ريليفنت بالنسبه لها، اي حد في عالم الباك اند، من قريب او من بعيد، في الاول او في الاخر. تمام. لو في الاول ممكن يستفاد، ولو في الاخر هيفيد. يعني آه، في موضوع في تعلم اي حاجه بيسموه ايه، الريتنشن ريت. تمام. والريتنشن ريت ده زي ما تقول ايه، ملخصه كده اللي هو مدى استيعابك للموضوع.
وان انت تقيس انت قد ايه مستوعب للموضوع، هي ان انت تتكلم عليه. يعني احنا مثلا كلنا فاهمين مثلا ايه، ان احنا علشان مثلا نعيش لازم ايه، نشرب ميه، فاهم؟ طبعا يعني دي كلها حاجه ايه، بديهيه بالنسبه لنا. بس اتكلم كده على الميه شويه، يعني وريني كده مدى الريتنشن ريت، او يعني بشكل او باخر استيعابك للموضوع. احنا كلنا خدنا مثلا في المدرسه حاجات كتيره جدا عن الميه، الكيمياء بتاعتها H2O، ممكن تحللها ازاي من ميه مالحه واشياء من هذا القبيل. هل احنا فاكرين الكلام ده؟ هل احنا نعرف نتكلم عليه؟ هل احنا نعرف نارجيو، يعني نعرف نخش في مناقشه ويبقى في راي ورأي اخر؟ ده يقول لك ايه. فمهم جدا في هذا الكورس ان يبقى في يعني طبعا واحد الرأي والرأي الآخر، ده كده كده المناقشات هي اللي أساسا بتثبت المعلومة. أنا لما أقول حاجة غلط وحد يقول لي إن هي غلط، هفتكرها أكتر بكتير بكتير من إن أنا أقراها وهي صح. يعني أنا أقرأ معلومة إن المية بتتكون من H2O دي حاجة، وإن أنا أقول لواحد المية بتتكون من H3O وهو يقول لي والله العظيم أنت ولا فاهم حاجة، هي H2O، يروح بيديها لي كده. طبعا هتعلم وعمري ما هنساه. فعلشان الواحد يحسن من استيعابه للموضوع، لازم يهاك، يعمل هاكينج لطريقه فهم عقله. فاحنا دلوقتي من الحاجات اللي احنا زي ما تقول عملنا لها هاكينج، ان العقل بيتعلم احسن لما حد ايه، يقول له مثلا يثبت له مثلا بشكل او باخر ان هو غلط. والشخص طبعا يبقى عنده من التواضع والمرونه ان هو يتقبل ذلك. في ناس ممكن تاخدها بنقد و... و... وكلنا بنقع يعني في حاجه زي كده، بس دي مش هتبقى احسن حاجه تخلي الواحد منفتح على معلومات جديده. اول حاجه الراي والراي الاخر، تمام. تاني حاجه ان انت تقولها اوت لاود، ان احنا المعلومات، يعني انا بالنسبه لي اوريدي دي طريقه للتعلم، ان انا اقول. انا دلوقتي بقى هقرا الكتاب وهنقراه، طبعا مش هنقراه سطر سطر، بس هنشوف هنعملها ازاي. بس ان احنا نتكلم اوت لاود. انا قبل ما اعمل هذا الفيديو اوريدي معايا نوت، كتبت نقط هبقى حابب اتكلم فيها. اوريدي ده عامل من عوامل تثبيت المعلومه، تمام. احنا الفيديو ده هيبقى كده كده انتروداكشن، فما فيهوش ايه حيثيات كتير يعني. بس موفينج اون هيبقى مثلا حلو جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكم، ان الشابتر نفسه قبل ما تشوف الفيديو تكون قريته وتكون سجلته لنفسك فويس نوت مثلا. دي من الحاجات اللي يعني شايفها مهمه جدا وبتفيدني. اسجل لنفسي فويس نوت انا فهمت ايه من الشابتر، او من حاجه قريتها، او من مناقشه حصلت، او من ايا كان. اسجل ايا كان واسرح، ومش لازم ابقى ماشي على نفس الخط وما اخرجش، لا ممكن اسرح شويه، تثبت لي معلومه في حته تانية وتربط لي مثلا ايه حاجه لسه قاريها بحاجه انا عارفها. كل ده مهم جدا علشان ما نبقاش مثلا قرينا مثلا ايه 100 صفحه وفاكرين منها سطر، يعني فاهم؟ طب ما الوقت اللي ضاع ده، طب ما حرام يعني. فدي ايه، دي في علم طبعا لطرق التعلم. فيعني اللي احنا قلناه ده من الحاجات اللي احنا كده كده هنري انفورسد، او نثبت عليها يعني من حين لآخر، يعني واحنا بنتكلم على الحوارات. آه، بس فخلينا كده ايه، يعني ده الكتاب، خلينا كده نشوف المقدمة بتاعته بتقول ايه. اهلا وسهلا. اوكي، ارجع تاني بعد اذنك، شكرا جزيلا. اوكي. هنا طبعا يعني كتاب، معظم الكتب يعني سواء في التكنولوجيا او مش في التكنولوجيا بيحبوا يبداوا بكوت، ويبقى معظمه كوت كويس. بيقول لك هنا technology is a powerful force in our society. Data software and communication can be used for bad. طبعا ممكن نستخدم التكنولوجيا لاشياء زي الزفت، زي مثلا ايه الشباب العظام اللي بيعملوه في الشباب الاعظم، يعني ولاد عمنا الله يعني يكحمهم، في ولاد عمنا الحقيقيين. To entrench unfair power structures, to undermine human rights, and to protect vested interests. طبعا الناس اللي فوق يستخدموا التكنولوجيا عشان ايه؟ علشان يحجموا اللي تحت يعني. بس برضه هي تقدر تستخدمها اشياء كويسه، وطبعا ده احنا لامسينه ايه كل يوم. يعني احنا ما حدش يتخيل حياته من غير النت دلوقتي، ادفع حاجه يعني. To make underrepresented people's voice heard.
to create opportunities for everyone and avert disasters. طبعا لو عندك مثلا ايه زلزال مثلا جاي كمان شوية، او حاجة عايز تعرفها للناس مثلا في يعني اقل حاجة خالص مثلا الثورات اللي بتحصل بيبقى يعني مؤخرا الاتفاق بيبقى عن طريق النت يعني. آه، بس this book is dedicated to everyone working towards the good. واحنا الحمد لله نيتنا حلوة وعايزين نتحسن وعايزين نساعد بعض. فنخش بقى ايه على الكلام العظيم. دي عامة كود تاني عظيم جدا. يعني computing is pop culture. يعني ان انت دلوقتي تشتغل على الكمبيوتر ده حاجة popular، يعني حاجة حديثة يعني. pop culture holds a disdain for history. البوب كلتشر بطبعه زي ما تقول ايه، ما بيديش اعتبار للتاريخ، ان احنا نتعلم من التاريخ ونتعلم من اجدادنا ومن اقدامنا. لا، بيبص لهم ان هم ايه، دقة قديمة. يقول لك pop culture الوضع الحالي is all about identity and feeling like you are participating. ان انت تحس بنفسك وتحس باحاسيسك وتحس ان انت بتشارك وتحس ان انت انسان سبيشال خالص، وملوش علاقة بمساعدة الغير ولا الماضي ولا المستقبل. هو عايش في الحاضر. تمام. I think the same is true for most people who write code for money. افتكر ان نفس الكلام ده هو للشباب اللي بيكتب كود فقط للفلوس. انا عايز يا باشا اتعلم مهنة عشان تجيب لي فلوس، عشان اجيب يا باشا ايه الصالون والحاجات واعرف اردبوا البيت. فاهم؟ they have no idea where their culture came from. فده كود عظيم جدا يخلينا ايه، فاهم، على البوابه بتاعت هذا الكتاب العظيم، يدينا فكره ان احنا اوريدي من الكتاب ده هنتعلم الكالتشر بتاعه الانجينيرنج، السوفت وير انجينيرنج جايه منين. تمام. نخش بقى يا باشا ايه بعد كده. يديك طبعا تيبل اوف كونتنتس، مش هنقراه طبعا كله، بس يعني ايه يعني فكره عامه كده، فاهم. متقسم ل 3 بارتس. بارت 1 هو فاونديشن اوف داتا سيستمز. تمام. ممكن تعمل بوست طبعا وتقرا التيبل اوف كونتنتس. وبارت 2 هو الديستريبيوتد داتا. هنتكلم بقى يعني ايه الكلام ده لما نوصل له ان شاء الله. وبارت 3 هو الدرايفد داتا. هو برضو يعني انا قريت كام شابتر لغايه دلوقتي، وهو اوريدي عرف يعني ما هي الدرايفد داتا يعني. بس وكلام بقى عظيم جدا. وبعدين بيخش في البريفيس اللي هي ايه، الانترودكشن يعني. وبيقول لك مثلا ان ايه، انت يعني اوريدي لو شغال في السوفت وير انجينيرنج فانت اكيد ايه سمعت ايه كلمات بازوردز كتير، مش عايز اخش في التفاصيل. يعني يقول لك في حاجه بقى نو سيكوال بيج داتا، يعني ايه اسيد، ايه اسيد ده، فاهم، كاب سيرم، فاهم، كلاود سيرفيسز، ماب ريديوس. كل الكلام ده هو اوريدي يعني شرحه بشكل او باخر وحاجات اكتر بكتير. آم، ويقول لك مثلا يعني الحاجات بقى اللي هي التكنولوجيا الجديده دي اللي هي الباز ووردز، سواء مثلا ديزاين باترنز جديده، تكنولوجيز جديده، تولز جديده. كل ده هو المحفز الاساسي ليها. هو يقول لك مثلا ايه الشركات العملاقه طبعا زي جوجل وياهو وامازون والكلام ده كله، هم اللي بيخترعوا التولز الجديده. وان البيزنس محتاج يبقى اجايل. واجايل ده ان هو ايه دايناميك ادابتيف، ان هو يعرف يتاقلم بسرعه للتغييرات السريعه جدا اللي بتحصل في هذا المجال. فعلشان يتاقلم هو لازم ايه، يسرع زي ما تقول من الديفلوبمنت لايف سايكل. ان هو ايه، مش بقى لا استنى بقى ايه اصل الباشا في اجازه، لا لما نسمى يرجع، فاهم، لا طب احنا عايزين بس لا مفيش بقى الكلام ده. هو ايه، الموضوع ما بقاش يعني ستيبس اللي هو لازم تعمل واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاته وبعدين اربعه. لا، ممكن تعمل واحد وتخش في اربعه وبعدين ترجع في تلاته وتخش. يعني الموضوع دايناميك اكتر. ده طبعا بيشارك في الديفلوبمنت السريعه. وان اوريدي مثلا الهاردوير بيتطور بسرعه. وان انت عندك اوبن سورس سوفت وير، ناس بتعمل سوفت وير ببلاش يا جدعان عشان الناس تستخدمها، وسوفت ويرز عملاقه يعني كل اللايبرز يعني ان احنا بنستخدمها كلها اوبن سورس. ناس زينا بيقعدوا مع بعض تيم ببلاش، عندهم شغف الموضوع، بيكتب لايبرري عملاقه يستخدمها كل الناس. آه، من امثله مثلا الاوبن سورس سوفت وير، ما ينطبقش قوي على الحته اللي انا لسه قايلها، بس مثلا كوبرنيتس مثلا. كوبرنيتس يعني كوبرنيتس ده اللي هو يعني ايه ملخصه كده، ان هو بيتحكم في السيرفرات. بيتحكم في السيرفرات اللي انت بتحطها على النت يعني. آه، لو وقعت يصحيها تاني، لو محتاجة ريسورسز اكتر، محتاجة مثلا
يعني الهارد ديسك مثلا بدل ما يبقى 80 جيجا يبقى 120، تعلي مثلا الحاجات اللي احنا هنبقى نتكلم عليها. كل ده اوبن سورس. تمام. وده مثال مثلا ايه لجوجل، هي اللي عامله مثلا كوبرنيتس. يعني امثله تانية مثلا، امثله بقى على اصغر مثلا، ممكن تكون على سبيل المثال مثلا الميدياتور باترن، الميدياتور ديزاين باترن اللي هو ايه، publish subscribe، بيمبلمنت الببلش سبسكرايب باترن. وانا بنتكلم في الكلام ده كله، بس اللايبرري بيتيح لك مثلا ان انت ايه، عندك تو فانكشنز، واحده بتعمل منها بتبعت رساله، والتانيه بتستقبل منها الرساله. تمام. فاللايبرري دي مثلا وامثالها بالملايين كل ده، فدي حاجه عظيمه جدا يعني يا جدعان والله. والواحد وهو في الفيلد ده يعني لازم يبقى فخور ان هو في لب الرأسمالية الكابيتاليزم، بس هو في الفيلد ده محاط بإحساس التعاون والعطاء والكرم والشغف. دي حاجات لا تقدر يعني. بس وبعدين بيبتدي يخش بقى ايه في الداتا انتنسيف ابلكيشنز. يعني ايه اساسا داتا انتنسيف ابلكيشن، وامتى الابلكيشن يبقى داتا انتنسيف؟ فهو بيعرفها هنا بشكل شيك جدا. بيقول لك احنا بنقول ان الابلكيشن داتا انتنسيف لما تحديه الاساسي its primary challenge هو حجم الداتا، تعقيد الداتا، سرعة تغيير الداتا. فاهم؟ ده كده انت عندك ايه داتا انتنسيف ابلكيشن يعني. ومعظم الابلكيشنز دلوقتي هي داتا انتنسيف. يعني شوف اي ابلكيشن مثلا دلوقتي احنا بنستخدمه كل يوم مثلا، يعني شوف انستجرام مثلا. تمام. انستجرام كله على بعضه كده، الفكره اللي هي في القلب بتاعته ايه؟ الفكره اللي في القلب ان في ناس بتعمل بوست لحاجه، سواء صوره، فيديو، ريل، ايا كان، وناس بتتفرج عليه. تمام. فانت عندك هنا زي ما تقول ايه، ان تو ان بروبلم بيسموها كده. ان اللي هي ايه، عدد الناس. فانت عندك علاقه ما بين الناس اللي بتبعت حاجه والناس اللي بتستخدمها. المثل البسيط بتاعها هيكون شخص، انا مثلا بعمل بوست لصوره، وفي ثلاثه بيتفرجوا على الصوره دي، بس في نفس الوقت الثلاثه دول كل واحد فيهم ممكن يبوست صوره انا اشوفها والاثنين التانيين يشوفوها. فانت عندك بيسميها هنا ان تو ان، علاقه ان تو ان. ف فدي طبعا داتا انتنسيف ابلكيشن، علشان كل البوست ده بيحمل داتا. وازاي بقى ايه تخليها سريعه، يعني الاكسس سريع جدا للكونسيومر اللي بيتفرج على الصوره او على الفيديو. دي طبعا مشاكل يشيب لها الذقون يعني. آه، بعدين بقى ايه، هنا بيتكلم بقى برضو عن ان يعني هنا بيقول لك طبعا ايه، ان انت عندك الابلكيشنز اللي هي اساسا بتساعد على تخزين او بروسيسنج او يعني التعامل مع الداتا، اللي هي زي الابلكيشنز اللي هي داتابيز ابلكيشنز مثلا، او مسج كيوز ابلكيشنز، يعني اي مسج كيوز، او كاشز ابلكيشنز، او سيرش اندكسز. كل الابلكيشنز دي محتاجه تعمل اكتر بقى من حاجه. يعني زمان يقول لك مثلا ايه، سيكوال سيرفر، خلاص هو كده، ده اللي هو اللي بيعمله، هو بيستور داتا بيرسيستنج. تمام. عندك حاجه تانية اسمها ريدس، ده زمان يقول لك ايه، لا ريدس ده يا باشا ده كاشنج، بيستخدموه كاشنج فقط. لا، كل الابلكيشنز دي مع التطور لازم تعمل اكتر من حاجه. يعني اللي بيعمل داتابيز ممكن برضو يعمل كاشنج ان ميموري كاشنج، واللي بيعمل كاشنج برضو يعمل داتابيز، واللي بيعمل مسج كيوز ممكن برضو يعمل كاشنج وممكن يعمل داتابيز. يعني كافكا مثلا بيعمل الثلاثه. بس فكلام بقى كده كله انترودكشن جميل جدا. يعني نفس الكلام، رابيد تشينجز وهكذا. ده جول بقى اوف ذا بوك، ان هو يساعدك ان انت تسوق في الطريق اللي بيحود ويتغير كل شويه ده. تبقى ماشي في امان الله، مره واحده يمين يطلع، طب اليمين ده بيودي فين؟ هو الكتاب هنا يقول لك ده بيودي فين. فاهم؟ ويقول لك ان الكتاب ده هو ده مش توتوريال. يعني احنا هنا مش هنكتب كود يا جدعان، يعني مش هيبقى فيه كود، هيبقى فيه مناقشات، هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه كونسبتس، هيبقى فيه نظام. دلوقتي طبعا العمليه انترودكشن، فايه ممكن يكون مثلا ايه الحابل على النابل، بس ان شاء الله باذن الله بعد كده هيكون في نظام. آه
واحنا طبعا هنشوف examples وان شاء الله نتناقش. يعني اتمنى مثلا فيديو زي كده يتشاف يعني من الناس. انا ما يهمنيش العدد خالص، بس يهمني الكواليتي. يعني لو الالجوريزم يعني راضي عني طبعا بعد ربنا، الناس هتتفرج عليه ويكتبوا كومنتات ونخش في تناقش ويعني واحد هنا عايش في المانيا، فانا بتعامل يعتبر مع المان بس مثلا في الشغل، فوحشني جدا نقاش على في ليفل ده مع مصريين. يعني النقاش المصري يا جدعان حاجة تانية خالص. الكلام بيبقى جميل، الكلام بيبقى اللي هو انت ايه، عارف كلام القهوة العظيم، اللي هو قاعد على القهوة وبراحتك خالص وبتتكلموا يمين شمال والموضوع يقلب ضحك ويرجع تاني. هنا الدنيا في ألمانيا جامدة جدا، فالنوع ده من النقاشات يعتبر مش موجود. وباخد الحتة الجميلة دي من البودكاست. بسمع بودكاست في التك اندستري من مصريين، وبتبقى جميلة جدا. يعني لو حد انترستد في البودكاست اقول له عليه. تمام. آم، بس فهو هنا الموضوع كله هيبقى يعني بنتكلم على ديزاين وازاي تديزاين سيستم وبيتكون ازاي وايه المشاكل بتاعته وايه الادفانتجز بتاعته وكل طول عبارة عن ايه والكلام العظيم اللي احنا قلناه ده. بس وهنا بيقول لك مين يقرا الكتاب. احنا اوريدي قلنا اي حد ليه في الباك اند. آه واي حد ليه في الباك اند هيبقى عنده فكره بسيطه خالص ما هو التي سي بي وما هو الاتش تي تي بي. مش لازم يبقى عارف يعني هو بيتكون من ايه بالظبط، بس يعني يكفي جدا مثلا ان هو يبقى عارف ان ال HTTP ده هو البروتوكول الاساسي المستخدم عبر الانترنت، ان انت تبعت صفحة وتستقبل صفحة، وان هو مثلا stateless. يعني ما يعني كل مرة بتبعت فيها HTTP request بيبقى جديد، ما بيحتفظش داتا بداتا من الماضي، ما بيفتكرش حاجة، ما عندوش state. طبعا وفي عالم الباك اند ديفلوبمنت يعني كلمة state دي يعني هي ايه؟ هي يعني اصل المزايا واصل المشاكل. آه بس فبيقول لك بقى انت ايه يعني هتستفاد ايه لو انت بقى عايز تعمل السيستم سكيلابل، ولو عايز تخلي السيستم هايلي افيلابل. يعني مش كل ما تخش عليه بقى اونلاين، ما تخشش على الفيسبوك مثلا وتلاقيه واقع. وان السيستم تعرف ايه تمنتينه، يعني تحافظ عليه وتزود عليه وتنقص منه، تعرف تفهمه انه يبقى سهل يتفهم على الناس الجديده. مثلا بعد ما تعمل ديفلوبمنت للكود تخليه سهل ازاي، بحيث ان واحد جاي جديد ايه ينتويتيفلي كده ايه يفهم الفكره. وطبعا لو حد اوريدي عنده ناتشرال كيوريوسيتي، وده يعني ناس كتيرة طبعا، العبد لله دائما منهم، ان هو عايز يعرف بس الدنيا شغالة ازاي يعني تحت ايه، تحت الكبوت يعني. آه، كلام جميل جدا. هنا بقى يعني ايه بيدي زي ما تقول ديسكليمر كده، اللي هو ايه يعني الناس دايما ممكن يقول لك يا عم فكك، فاهم يعني ما انت هتقعد تفرهد وتقرا ديزاين باترنز وتقرا مش عارف ايه. يا باشا ما احنا يا باشا احنا بنعمل سيستم اساسا، فاهم اللي هو فورم او تو دو ليست. ف سكيلابيليتي من ما فيش الكلام ده، احنا مش شغالين في جوجل هنا. فيقول لك تمام يعني there is some truth in that statement. انت فعلا لو بنيت يعني لو بنيت ابلكيشن وعقدته زياده عن اللزوم هو مش محتاج. يعني لو بتعمل تو دو ليست وانت عارف ان مفيش ناس كتير هتستخدم هذا تو دو ليست، فانت مش محتاج تفكر عن السكيلابيلتي او المينتينابيلتي، ما انت هتخلصه ومحدش هيستخدمه بعديك خلاص. ممكن يكون في حقيقه من الكلام ده، بس ان انت تبقى عارف اساسا التولز دي، تبقى عارف يعني ايه سكيلابيلتي وعارف يعني ايه مينتينابيلتي وعارف امتى تستخدمها وامتى ما تستخدمهاش. دي اسلحه، سلاح. ممكن يبقى معاك سلاح مسدس كاتم للصوت، ممكن يبقى معاك سنايبر، وكل موقف وليه سلاحه. في موقف انت محتاج هي السكينه، يعني تو دو ليست ده انت محتاج سكينه وتقطع الشريط يا باشا وخلاص، انت كده ايه ديبلويمنت، فاهم. بس في حاجات تانية لا، انت محتاج سنايبر مره، وبعدين محتاج ماشين جان مره، وبعدين مره تانية بقى لا انت محتاج ايه شيلد، محتاج تدافع فقط، فاهم. كل التولز دي مهم ان الواحد يبقى معاه ايه في في الشيله بتاعته، يعني علشان كل بروجكت وليه ايه وليه متطلباته. بس قصه بقى كبيره مش محتاجين نخش فيها. مفيش مشكله خالص. تمام. يعني برضو من الكلمات الجميلة جدا يقول لك الكتاب ده منحاز للفري ان اوبن سورس سوفت وير. نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه يعني. يعني مبادئ الكاتب او الكتاب بتتوافق جدا مع
مبادئ الناس الطيبة يعني، فاهم؟ الناس اللي عايزة تساعد الغير، والناس اللي بتفكر في الكوميونتي اكتر ما ايه ما في الانديفيديوال، في الشخص. يعني المجتمع الالماني مجتمع انديفيديوال جدا، اللي هو انا ونفسي وما بعد الطوفان. ودي حاجه الواحد يعني تلاقي معظم الانترناشونالز بيشتكوا منها يعني. يقول لك الالمان كولد جدا، ما هو كولد علشان هو مش مش انترستد ان هو يفورم علاقه مع ويتبادل المعلومات. لا ما يعني فاهم، لو احنا بنشتغل مع بعض ممكن، لو غير كده بقى لا، انت عايز مني ايه يعني؟ فاهم؟ هنا في المانيا لو سالت الشخص انت عامل ايه، يعني انت عامل ايه كبني ادم، هيقول لك ليه. فاهم؟ آه، بس وبيقول لك بقى مزايا الاوبن سورس والكلام جميل كده. واخر حاجه بقى نقولها مثلا في هذا الفيديو الجميل، الكتاب منقسم لثلاث اسبيكتس يعني، او شق، ثلاث اشقاء. خلينا نشوف بس اللي بيحصل تحت. هنا بقى يخش في الانترو على طول، حلو جدا. ف بينقسم لثلاث محاور اساسيه. اول محور ده اللي هو حوالي 5 6 شباتر، او سوري يعني 4 شباتر. هو هنا بيقول لك we discuss the fundamental ideas that underpin the design of data intensive applications. الأفكار الأساسية اللي من خلالها بتقدر تصمم أي data intensive application. بنبدأ بشابتر 1، بنناقش احنا أصلا عايزين نحقق إيه في هذا الكتاب أو في ال data intensive application. عايزين نحقق reliability تعتمد عليها، و scalability، إن أنت تسمح لمستخدمين أكتر، و maintainability تحافظ عليها. ازاي يبقى الابليكيشن بتاعك نظيف وعنده القدرة ان هو يستخدم من يوزرز كتير، وتقدر تعتمد عليه. يعني ايه اساسا هذه الكلمات؟ كلمات مهمة جدا يعني. آه، ازاي نفكر اساسا يعني في السيستم ده، وازاي نحقق مرادنا اللي هم بيتلخصوا في الثلاث صفات دول. نخش بقى في شابتر 2. بيبتدي ايه؟ خلاص هو هنا في شابتر 1 يا باشا ايه؟ قال لك ناقش الافكار الاساسيه من اوفر فيو كده، افكار جميله جدا. وبعدين بقى يبتدي في شابتر 2 يحيد شويه عن الثلاثه حاجات دول، ويبتدي ايه؟ يتكلم بقى في شويه تفاصيل كده. وبعد كده هيبقى ايه؟ يوصلها بالافكار الاساسيه. فشابتر 2 بيقارن different query languages. يعني احنا عارفين ان الكويري لانجوج زي اي لانجوج، زي سي، زي بايثون، زي جافا. في نوع تاني، كاتيجوري كده تاني، شجره تانية كده، اسمها ايه؟ الكويري لانجوجز. تمام؟ زي ما في البروجرامينج لانجوجز في الكويري لانجوجز. الكويري لانجوج هي برضو بروجرامينج لانجوج يعني، بس الكويري لانجوج بتستخدمها اساسا عشان تكلم داتابيز. يقول لك سيكوال، سيكوال كويري، يقول لك سايفر كويري. يعني فاهم ايه سايفر ده؟ بيستخدموه ايه؟ لجراف داتابيزز. سيكوال فاهم اللي ايه؟ ستراكشر داتابيزز. فهو هيقارن الديفرنت كويري لانجوجز، حاجات عظيمه يعني، وديفرنت داتا موديلز. تمام؟ يعني مثلا السيكوال داتا موديل فيرسز النو سيكوال داتا موديل. يعني السيكوال داتا موديل هو ايه؟ ستراكشرد، بسكيما، ببرايمري كي، بفورين كي، ازاي مش عارف ايه، قصه كده هنجي لها. ونون ستراكشرد اللي هو فاهم يعني ايه؟ يلا يا باشا فاهم. مش لازم يبقى في سكيم، مش لازم يبقى في نظام قوي في الموضوع. يعني عبي واحنا ايه؟ هنتصرف. فاهم؟ ده داتا موديل وده داتا موديل. يعني في عجاله كده خلينا نقول اللي هو ايه. يعني ايه اساسا الداتا موديل بشكل عام؟ الداتا موديل ما هو الا ريبريزنتيشن للبيزنس انتيتي بتاعتك في الكود. فانت لو عندك مثلا شغال على بروجكت مثلا عربيات، تمام؟ بروجكت عربيات. فانت هتبقى محتاج تعمل موديل عربيه، ده اسمه داتا موديل. العربيه اللي في الواقع دي انت عايز تعمل لها ريبريزنتيشن في الكود علشان هتسيفها في الداتابيز. فالعربيه عندها ايه؟ العربيه عندها مثلا لون، عندها موديل، عندها نوع موتور،
عندها كام حصان، عندها بتاخد كام راكب، عندها مش عارف ايه مش عارف ايه. ده داتا موديل. تمام. آه وهكذا يعني. تمام. فده شابتر 2. بعدين تخش في شابتر 3. we talk about storage engines, how databases arranges data on disk so that we can find it again efficiently. وشابتر 4 turns to formats for data encoding, serialization and evolution of schemas over time. تمام. فانت عندك في شابتر 3 هو بيتكلم الداتابيز نفسها. كل داتابيز، خلي بالك احنا في الاول وفي الاخر يعني الداتا بتاعتنا دي ايا كانت بقى هي جايه منين. داتا انتنسيف ابلكيشن جايه بقى من ايه؟ فلاشه يا باشا عليها جي تي اي بنحطها ونحط الداتا كلها بتتحط في الاول وفي الاخر في مكانين. يا اما هتتحط على الديسك، هتتسيف بقى لونج تيرم، هتبقى موجوده على الديسك، تقفل الكمبيوتر وتفتحها تبقى موجوده. يا اما فولاتايل داتا او ان ميموري داتا، اللي هي موجوده طول ما البرنامج ده شغال، البروسيس دي شغاله. اول لما البرنامج يتقفل ده بيتمسح يا باشا ايه من الميموري. عشان كده سموها فولاتايل. فولاتايل دي اللي هو كأنك ماسك ايه فحمه كده في ايدك وكل شويه عمال تعملها كده، فهي فولاتايل يعني، فاهم؟ هي مش ثابته خالص. فده هيتكلم عليها في 3. وشابتر 4 هيتكلم على فورماتس فور داتا انكودنج. يعني انت ممكن تعمل انكود لداتا كجيسون سترينج. جيسون، عارفين جيسون طبعا. معظم الداتا ترانسفير دلوقتي عبر النتورك بتتم عن طريق ايه؟ جيسون ستراكشرز يعني. ف different data encoding ممكن تعملها جيسون، ممكن تعملها اكس ام ال، فاهم؟ يقول لك اكس ام ال. ممكن تعمل لها حاجه اسمها سوب، اس او اي بي. وايفوليوشن اوف سكيماز اوفر تايم. تمام. كل اللي احنا قلناه ده سكيما. يعني سكيما دي زي ما تقول ايه، حاجه كده شبه حاجه اسمها دي اس ال يعني، دومين سبيسيفيك يعني. فاكس يعني. سكيماز دي ما هي برضو الا ستراكشر زي اكس ام ال. ما هو اكس ام ال ده في الاول وفي الاخر هو سكيما. يعني سكيما ده هو اتفاق ما بين الناس وبعضها، احنا هنحط الداتا دي فين، ليه؟ علشان اللي هيستخدم الداتا دي يعرف يقراها ازاي. يعني في الاكس ام ال احنا قلنا احنا هيبقى عندنا مثلا تاجز. ويعني اتمنى ان اللي مش عارف شكل الاكس ام ال عامل ازاي يدور عليه، بس يعني انا هفترض ان كلنا عارفينه. فالاكس ام ال تاجز، وبتحط بقى ايه الداتا في البتاع. فده سكيما، ده اتفاق، علشان بقى لما حد يجي يستخدمها الناحيه التانيه لما يجي له اكس ام ال يقول لك اه ده تاج، يبقى اللي في النص التاج ده التكست، فده ايه الداتا هنا. واسم التاج بيريبريزنت نوع الداتا اللي موجود. يعني لو الداتا مثلا، لو التاج مثلا اسمه ايه كار كولر، لون عربيه، فاكيد التكست اللي موجود ده هو ده اللون، احمر ازرق. انا بقى هاخد الكلام ده ككونسيومر، كراجل مستخدم، هاخد اللون ده واعرضه بقى على الشاشه. خلاص انا كده جالي بقى من الباك اند ان الاكس ام ال كار كولر ريد، فانا هحطها بقى على الشاشه. الراجل اللي بيستخدم بقى الابلكيشن بقى ايه في الفرونت اند يلاقي ايه عربيه ولونها احمر، فاهم؟ فالايفوليوشن اوف سكيمز اوفر تايم، يعني الناس وهم بيديزاينوا الفورمات فور داتا انكودنج كانوا مثلا بيفكروا يطوروا السكيمز دي ازاي على مدار الوقت، او طوروها ازاي اوريدي يعني، عشان نتعلم منها بس. وبعدين بيخش بقى في بارت 2. مش محتاج اخش بقى يعني في نفس التفاصيل، بس في بارت 2 بيقول لك we move from data stored on one machine to data that is distributed across multiple machines. تمام. يعني انت عندك ايه سيستم كان سيستم كمبيوتر، فاهم؟ يعني سيرفر اللي هو كمبيوتر زي نفس الكمبيوتر اللي عندك ده بالظبط، هو فاهم، بس ايه ممكن ايه فاهم مش ما عندوش كيبورد بتاع كده يعني، بس هو كل حاجه. فكان زمان يقول لك ايه انا هحط كل السيرفر او كل الابلكيشن هحطه هو على كمبيوتر واحد، ما قشطه. ومش يعني السيستم كله اللي هو ايه، في مثلا 3 باك اند مثلا، فاهم؟ و... وعندك مثلا مش عارف مسج كيو، وعندك مش عارف ايه، يحط الاربعه دول على نفس الكمبيوتر ويغير لهم مثلا ايه البورت. يعني يبقى نفس الاي بي ادرس، لو حد عايز يكلم هذا السيرفر من بره لازم يكلمه بنفس الاي بي ادرس، بس لو عمل بورت مثلا 80 هيخش على سيرفر 81 يخش. فكل حاجه موجوده على نفس الجهاز، والداتا كلها بتستورد على نفس الديسك في نفس الجهاز، فاهم؟
فيقول لك احنا ازاي بقى تحركنا من اللي هي من واحد لغايه ان لديستريبيوتد اكروس مالتيبل ماشينز، كذا بقى جهاز كمبيوتر كل واحد فيه الليله بتاعته. بس ويقول لك بقى ليها مزايا وليها عيوب. و وفي شابتر 5 هنتكلم عن الايه، الريبليكيشن اللي هو الدوبليكيشن، يعني اللي هو ايه، تعمل من نسخه كذا نسخ، سواء السيستم بتاعك او الداتابيز اللي هي تعمل منها كذا نسخه علشان عايز تعمل سكيلينج مثلا، علشان ايه يبقى عندك هي نفس النسخه، نفس السيستم، نفس الباك اند، نفس كل الكود، نفس كل حاجه، بس بدل واحد تبقى اتنين، علشان بدل ما تخدم 10 يوزرز تخدم 20. وهنتكلم على البارتيشننج والشاردنج، تمام، داتا بارتيشننج وداتا شاردنج هنتكلم عليها بالتفاصيل، وترانزاكشنز اللي هي ايه، عمليات الترانزاكشنز اللي بتحصل في الداتابيز. وهنبتدي بقى نتكلم بتفاصيل عن مشاكل اساسا الديستريبيوتد سيستمز في شابتر 8، ويعني ايه to achieve consistency and consensus in a distributed system. ما هو distributed system ده يا جدعان خلينا نتخيل ان هي خريطة ورقة كان زمان فيها نقطة واحدة، الورقة دي، النقطة دي اللي هي السيستم، اي حد عايز يستخدم السيستم ده هيكلم النقطة دي. فلو السيستم وقع، يعني سوري، لو النقطة وقعت فهو السيستم كله وقع. بس احنا دلوقتي بنتكلم على distributed system، فهي بدل نقطة على الورقة هي بقت 10 نقط، 10 نقط، كل نقطة بتعمل حاجة، بس ال10 نقط بيتكلموا مع بعض. فلو نقطة من ال10 نقط دول وقعت، فانت لسه السيستم شغال، اي نعم في حتة وقعت بس لسه السيستم شغال، بس في نفس الوقت عرض لك مشاكل اكتر، علشان انت دلوقتي عندك 10 نقط محتاجين يكلموا بعض ويتوافقوا على العملية الحسابية اللي هم بيعملوها. عايزين يعملوا مثلا كالكوليشن، يعني 3 بلس 4، تمام، فالسيستم كله بيشارك في عملية ال 3 بلس 4 دي بشكل او باخر طبعا يعني. فلازم يبقى في كونسيستنسي، يعني لازم ايه لو هتعملها مرة يبقى كل مرة تحصل بنفس الكلام يعني. وكونسنسس اللي هو ايه، موافقة، ان كله موافق، كل النقط اللي في العشر نقط دول موافقين على القرار اللي هم بياخدوه دلوقتي اللي هو 3 بلس 4. بس وفي بارت 3 we discuss systems that derive some datasets from other datasets. هنا بقى بيتكلم على derived data often occurs in heterogeneous systems when there is no one database that can do everything well. Applications need to integrate several different databases, caches, indexes and so on. ده brilliant يعني اتمنى نوصل لها ان شاء الله. بيقول لك ان انت ايه، عندك heterogeneous system. heterogeneous system ده اللي هو نفس اللي احنا قلنا له، اللي هو 10 نقط بيتعاونوا كلهم مع بعض تجاه هدف واحد. فبيقول لك الدرايفد داتا often occurs in heterogeneous systems، يعني في داتا بتنتج من خلال الهيتروجينيوس سيستم، ما هو بيتعاون مع بعض علشان ينتج حاجه، الناتج ده التعاون بتاع العشرة دول نتج في حاجه اسمها درايفد داتا. بس وبعدين هنبتدي نتكلم بقى عن ان انت ما عندكش داتابيز واحده بتعمل كل حاجه كويس، لا، السيكوال بيعمل حاجه كويس، نو سيكوال بيعمل حاجه كويس، طب نستخدم ده ايه، طب نستخدم ده امتى. والابلكيشنز need to integrate several different databases، مش داتابيز واحده، لا، انت في ابلكيشنز العملاقه محتاجه كل حاجه، واحد زي نتفليكس ده مثلا، فاهم، محتاج كل انواع الداتابيس اللي في التاريخ والكاشز والاندكسز علشان فاست اكسس وحاجات بقى عملاقه. وفي شابتر 10 we start with a batch processing approach to derived data and we build upon it with stream processing. تمام، الباتش بروسيسنج ده يا جدعان اللي هو من الاخر ايه، يعني بتتعامل مع الداتا كتشانكس. يعني انت عندك داتا مثلا فيها ايه 10 روز، خليها 20 عشان ما يبقاش كل حاجه يعني 20 رو، فانت هتتعامل مع ال 20 دول ايه، على 4 مراحل، يعني هتقسمهم على 5، فانت كل مره هتتعامل مع 5 روز اونلي، هتاخد الخمس روز دول هتعمل عمليه حسابيه وتروح وبعدين تخش على الخمسه التانيين، ده اسمه باتش بروسيسنج. او ستريم بروسيسنج، لا يا باشا، اللي هو ايه، فيرست ان فيرست سيرف يا باشا، احنا بنتعامل ستريم زي ما انت بتعمل ستريم على اليوتيوب، فالستريم على اليوتيوب اللي هو لايف، بتعمل لايف. ف لايف بروسيسنج ده اللي هو لما تيجي على طول هتعامل معاها، اي حاجه تيجي هتعامل معاها، فاهم. in chapter 11
تمام. وفي شابتر 12 هنربط بقى ايه يعني الكلام ده ببعض. هو كده كده هيربطه طبعا طول الطريق يعني، على الاقل سو فار ده اللي الواحد شافه. هنربط الكلام ده ببعض ونناقش approaches for building reliable, scalable and maintainable applications in the future، ويديك بقى شوية tips كده ايه تستخدمها معاك. بس يعني احنا دلوقتي هو اوريدي 40 دقيقة، كنت الصراحة مخطط ل 30 دقيقة، يعني واتمنى ما اكونش كروت حاجة. ولو في فيدباك احبه جدا، يعني زي ما قلت لكم ده اول فيديو اعمله، فما عنديش فكرة يعني بالظبط ايه قشطة وايه اللي مش قشطة. ف ان شاء الله يكون الموضوع ليه value و take care. See you in the next video ان شاء الله.